أهلا بكم من جديد. نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية في مادبة ورشة عمل بعنوان مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تحت شعار الإرهاب لا دين له. وأكد وزير التنمية السياسية والبرلمانية موسى المعيطة أن الإرهاب لا دين له وأن الإسلام منه براء. وقال المعيطة إن الأردن اتخذ إجراءات عملية للتعايش بين الأديان ومنها رسالة عمان. وتضمنت ورشة العمل عدة محاور حول دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والتطرف والجوانب القانونية لجريمة الإرهاب وأشكال الإرهاب والتطرف الفكري ودور المؤسسات التربوية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب والتطرف. يجب أن يكون تعاون من جميع مؤسسات المجتمع المدني، من الأحزاب السياسية، من الفعاليات الشعبية، لأنه خطر الإرهاب والفكر المتطرف هو خطر على الجميع وليس على جهة واحدة أو شخص واحد أو خلينا نقول لون واحد، وهو تهديد للسلم الاجتماعي كله للأسف. ويجب أن نتناقش بشكل صريح وبشكل واضح ونبدأ في تعميم ثقافة الحوار، تعميم ثقافة الاعتراف بالرأي الآخر، تعميم ثقافة نبذ الكراهية. أوعز وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر إلى محافظات جرش وعجلون بزيادة حصة المياه المخصصة لمحافظة عجلون بمعدل 100 متر مكعب لكل ساعة، والبدء بتزويد مجموعة القرى المجاورة لعنجرة بالمياه من محطة شتفينة ودعمها بصهاريج المياه.